الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إعانة الظالم على ظلمه، وهي رسالة لكل أعوان القذافي ولكل جلاوزته وكل حجابه وكل حرسه وجيشه ووزرائه. هي رسالة من أن يتعاونوا معه على أدنى شيء من الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. فأين أولئك؟